بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مع درس جديد، الحركة الاهتزازية. قبل ما نتكلم عن الحركة الاهتزازية عايز أقولك إن في نوعين من أنواع الحركة. حركة اسمها حركة انتقالية، وهي انتقال الجسم من مكان لآخر، وديت هندرسها إن شاء الله في تالتة إعدادي. النوع التاني وهو الحركة الدورية، ودي اللي هندرسها إن شاء الله السنة دي. طيب ايه هي الحركة الدورية؟ قالك هي الحركة التي تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. من أمثلتها نوعين: الحركة الاهتزازية ودي موضوع درسنا النهاردة، والحركة الموجية ودي هندرسها في الدروس القادمة بإذن الله. ناخد الحركة الاهتزازية. هنعمل نشاط يوضح مفهوم الحركة الاهتزازية. الأدوات: هنجيب قلم وخيط طوله 30 سنتي وعملة معدنية فئة 25 قرش اللي هو ربع جنيه مخروم. الخطوات: هنكون بندولا بسيطا بربط أحد طرفي الخيط في منتصف القلم، والطرف الآخر من الخيط نربطه في العملة المعدنية اللي هو هيبقى الجسم مهتز، ونمسك القلم باليد اليسرى ونجذب العملة جهة اليمين ثم نتركها. نمسك القلم بإيدنا الشمال ونمسك العملة بإيدنا اليمين ونجذبها على أحد الطرفين. الملاحظة: هيتحرك الجسم المهتز اللي هو العملة ذهابا وإيابا بانتظام على جانبي موضع سكون، يعني زي الشكل اللي احنا شايفينه ده، هيتحرك ذهابا وإيابا على جانبي موضع سكون. طبعا موضع سكون اللي هو الموضع اللي في المنتصف اللي بيقف عنده بيسكن عنده في النهاية. تاني ملاحظة: أن مقدار إزاحة الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بيكون متساوي في كل دورة، يعني من أول هنا لحد آخر جزء وصل له أو آخر إزاحة وصل لها الناحية دي بيساوي نفس الإزاحة الناحية دي. وأن سرعة الجسم المهتز بتكون أكبر ما يمكن عند مرور بموضع السكون. يعني أنا لو خدت ألف وب وج اللي في النص ديت مثلا ب، وهنا ألف وهنا ج، يبقى ب اللي في النص دي أسرع شيء أو أقصى سرعة للجسم بتبقى عند النقطة اللي في النص اللي هي موضع السكون، وتقل بالابتعاد عنه، يعني تقل وهي طالعة هنا وهي طالعة هنا، يبقى بتقل وهي طالعة كده وهي طالعة كده. إذا الاستنتاج أن الحركة التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه على فترات زمنية متساوية تسمى الحركة الاهتزازية. يبقى إذا الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه بحيث تتكرر حركته على فترات زمنية متساوية. هناخد مثال للحركة الاهتزازية زي حركة الأرجوحة اللي هي في نفس الوقت زي حركة البندول، هما الاتنين نفس الفكرة، والشوكة الرنانة على جانبي موضع سكونها، والزنبرك اللي هو الملف الحلزوني أو السوستة يعني، والوتر المشدود زي الأستك كده وزي الكمانجا وزي أي حاجة فيها وتر. في معلومة إثرائية هنا بتقولك إن من أمثلة الحركة الاهتزازية برضو هي حركة القشرة الأرضية أثناء حدوث الزلازل، وحركة ذرات المادة في جزيئة. قالك: هل تساءلت عن العلاقة بين سرعة البندول وطاقة حركته؟ يبقى إذن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في السرعة تربيع. إذن طاقة حركة البندول تتناسب طرديا مع كتلته ومربع سرعته. خلي بالك، أنا لو عندي قانون بيقولك إن حاجة بتساوي حاجة في حاجة، اعرف إن الشيء الأولاني ده بيتناسب طرديا مع الاتنين. طب لو الأولاني بيساوي حاجة على حاجة، يعني حاجة مقسومة على حاجة، يبقى بيتناسب طرديا مع البسط اللي هو اللي فوق، وبيتناسب عكسيا مع المقام اللي تحت. يعني زي ما نقوله مثلا واخدنا في اولى اعدادي لما قلنا ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، يبقى اذا الكثافة بتتناسب طرديا مع الكتلة لانهم هما الاتنين فوق، وبتتناسب عكسيا مع الحجم لان الحجم مقام تحت. يبقى اذا طاقة الحركة بتتناسب طرديا مع الكتلة وبتتناسب طرديا برضو مع مربع السرعة. فمعنى كلمة طرديا يعني ده يزيد ده يزيد ده يقل ده يقل، عكسيا ده يزيد ده يقل، فهنا بنقوله انها علاقة طردية. اذا كلما ازدادت سرعة البندول تزداد طاقة حركته، وكلما قلت سرعة البندول قلت طاقة حركته. في تدريب تاني بقول لك: ضع علامة صح اسفل الشكل الذي يمثل مصدرا لحركة اهتزازية. جايب لك شوكة رنانة، جايب لك وتر مشدود، وجايب لك لعبة النحلة. فالإجابة اهي، يبقى الشوكة الرنانة صح، وتر مشدود صح، لعبة النحلة خطأ.
في تطبيق حياتي قال لك جهاز الميكروويف اللي احنا بنستخدمه في تسخين الطعام بتعتمد فكرته على ان موجات الميكروويف بتعمل على اهتزاز جزيئات الماء اللي موجودة بالغذاء، فبتصطدم ببعضها فبتتولد طاقة حرارية تعمل على سرعة طهي الطعام الموضوع في أواني من الزجاج أو الفخار أو السيراميك. خلي بالك، يعني معنى كده ان انا ما اقدرش اسخن طعام جاف، يعني لازم اسخن حاجة فيها مية، تبقى حاجة طبيخ، يعني تبقى حاجة خضار، تبقى حاجة فيها مية عشان تصطدم ببعضها وتولد حرارة تعمل على طهي الطعام. ولو انت لاحظت بيقولك في اواني مصنوعة من الزجاج او الفخار او السيراميك. الزجاج اللي هو زي البايركس، والفخار زي اللي هو بيسموها في الفلاحين برام، وفي السيراميك اللي هو بيبقى زي الخزف. طب اشمعنى دولت؟ قالك اصل انت لو وضعتها في اواني معدنيه هتعكس امواج الميكروويف. نعمل نشاط يوضح تمثيل الحركه الاهتزازيه بيانيا. بمثلها بيانيا ازاي؟ الادوات، هنجيب شريط ورق املس ملفوف حول بكرتين وزنبرك وثقل ومسمار تعليق وقلم. نثبت القلم في الثقل المعلق اهو الشكل ده، يبقى ده ثقل هنحط فيه القلم. في احدى طرفي الزنبرك علق الطرف الاخر بحيث يكون سن القلم ملامسا لمنتصف الشريط الورق، هنحطه في النص هنا بحيث يبقى في نص الشريط الورق. اجذب الثقل لاسفل، شد الثقل ده لاسفل، ثم اتركه مع لف الشريط الورقي بانتظام. يعني انت تشد الثقل ده لتحت وتلف البكرتين دولت عشان يتحرك الشريط بتاع الورق اثناء ما انت بتحرك لاعلى والاسفل. الملاحظة: تكون شكل منحني على الشريط الورقي. الاستنتاج: تمثل الحركة الاهتزازية بيانيا بالمنحنى الموضح بالشكل. الشكل اللي قدامنا في الصورة دي وهو تمثيل الحركة الاهتزازية زي اللي فوق بالظبط، بنسميها حركة توافقية بسيطة. فالملحوظة بتقولك ان تعتبر الحركة التوافقية البسيطة ابسط صور الحركة الاهتزازية، أبسط صور الحركة الاهتزازية، وبتتناسب فيها سرعة الجسم المهتز تناسبا عكسيا مع مقدار إزاحته بعيدا عن موضع سكونه. موضع سكونه اللي هو الخط الأحمر ده، فسرعته بتتناسب عكسيا مع مقدار إزاحته. يعني كل ما يبعد أكتر عن الخط الأحمر اللي هو موضع سكونه، كل ما يبعد أكتر كل ما تكون السرعة بتاعته أقل. يعني العلاقة عكسية، الإزاحة لو زادت تبقى السرعة أقل، فلو هو انزاح إزاحة صغيرة تبقى سرعته كبيرة، انزاح إزاحة كبيرة ابتعاد كبير يبقى سرعته صغيرة. نيجي الأسئلة علل المجاب عنها. قال لك علل حركة الشوكة الرنانة حركة اهتزازية بينما لعبة النحلة ليست حركة اهتزازية. هنقول الشوكة الرنانة حركة اهتزازية لأنها بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية على جانبي موضع سكونها، لكن لعبة النحلة ليست اهتزازية لأنها لا تتكرر على جانبي موضع سكونها. قال لك علل لا يوضع الطعام المراد طهيه في جهاز الميكروويف في أواني معدنية. هنقول لأنها بتعكس أمواج الميكروويف. قال لك علل تعتبر حركة بندول ساعة الحائط حركة توافقية بسيطة. هنقول لأنها تمثل أبسط صور الحركة الاهتزازية. نيجي المفاهيم مرتبطة بالحركة الاهتزازية، وخلي بالك لأنها مهمة جدا. أول حاجة سعة الاهتزاز، هي أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. بص كده، أدي موضع السكون أهو، الجزء ده اسمه سعة اهتزازة والجزء ده اسمه سعة اهتزازة. يبقى سعة الاهتزازة أبعد وأقصى إزاحة بيصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه. طيب الاهتزازة الكامل، ركز شوية في الاهتزازة الكاملة. قال لك الاهتزازة الكاملة هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. يعني المهم النقطة اللي انت بتبتدي بيها تنتهي بيها. فلو انا بدأت هنا قلت لك بدأت من ب، يبقى من ب ألف جيم ألف ب، يبقى دي اهتزازة كاملة. فيها كم إزاحة؟ فيها 4 إزاحات. من ب لألف أدي 1، من ألف لجيم أدي 2، من جيم لألف أدي 3، من ألف لب أدي 4. واللي ابتديت بيه انتهيت بيه، إن الب ابتديت بيها والب انتهيت بيها. يبقى هي الحركة التي يصنعها الجسم المهتز عندما يمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين. طب لو بدأنا من أول، فعشان كده قلنا إن هنا اهتزازة كاملة.
طب لو بدأت من الألف للألف يبقى نص اهتزازة. طب ليه نص اهتزازة؟ لأنها عبارة عن إزاحتين بس، من ألف لجيم ومن جيم لألف. يبقى أنا عندي الاهتزازة الكاملة عبارة عن 4 إزاحات. الزمن الدوري زين. قال لك هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة. يعني الزمن اللي بيستغرقه الجسم عشان يعمل 4 إزاحات. ما هو احنا قلنا إن الاهتزازة الكاملة 4 إزاحات. طب التردد هو عكس الزمن الدوري. قال لك هو عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة. ملاحظات: تقدر سعة الاهتزازة بوحدة المتر اللي هي أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. وتتضمن الاهتزازة الكاملة 4 إزاحات كل منهم يسمى سعة اهتزاز أو 4 سعة اهتزاز. يعبر عنها بالصورة ب ألف ج ألف ب زي ما احنا شايفين كده أهو. بدأت من ب لألف أدي 1، ومن ألف لج أدي 2، ومن ج لألف أدي 3، ومن ألف لب أدي 4. وفي الشكل اللي قدامي ده لو بدأنا من ب يبقى ب لألف أدي 1، ومن ألف لج أدي 2، ومن ج لألف أدي 3، ومن ألف رجعنا لب اللي هي نقطة البداية أدي 4. يقدر الزمن الدوري اللي هو زين بوحدة الثانية. وطبعا هنا ما دام عندي الزمن الدوري زين بيساوي الزمن بالثانية على عدد الاهتزازات، ما دام عندي شيء بيساوي شيء على شيء بعمل مثلث. بص كده اهو، واللي فوق بيفضل فوق واللي تحت بيفضل تحت. فبعمل ايه؟ بقول لو انا عايز الزمن الدوري بيبقى الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات. عايز عدد الاهتزازات الكاملة يبقى الزمن بالثواني على الزمن الدوري. لو عايز الزمن بالثانية يبقى الزمن الدوري في عدد الاهتزازات. هل يتوقف الزمن الدوري للبندول على طول الخيط ولا يعتمد على كتلة الثقل المعلق فيه؟ يبقى الزمن الدوري بيتوقف على طول الخيط لكن ما بيعتمدش على كتلة الثقل المعلق فيه. وبيقدر التردد اللي هو ت بوحدة الهرتز HZ نسبة إلى العالم الألماني هرتز. خلي بالك هنا برضو أنا التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. لو أنا عايز أجيب الزمن بالثواني أعمل نفس اللي فوق، يبقى إذا التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. طب الزمن بالثواني بعدد الاهتزازات الكاملة على التردد، عدد الاهتزازات الكاملة يبقى التردد في الزمن بالثواني. قال لك تردد الجسم المهتز يساوي المعكوس الضربي للزمن الدوري. يعني ايه المعكوس الضربي؟ يعني لو ضربناهم في بعض يدينا 1. وخلي بالك كلمة المعكوس الضربي يعني زي مثلا كلمة 10 و1 على 10، 5 و1 على 5، 6 و1 على 6. فلو ضربت ال6 في 1 على 6 يديك 1. يبقى انا كده اقدر اجيب التردد بمعلومية الزمن الدوري، واقدر اجيب الزمن الدوري بمعلومية الايه التردد. يعني هو لو جابها لي وهناخدها في المسائل كمان شوية. طيب إذا التردد بيساوي 1 على الزمن الدوري. التردد يتناسب عكسيا مع الزمن الدوري. يعني كلما قل التردد يزداد الزمن الدوري، وكلما زاد التردد يقل الزمن الدوري. طبعا بيترسم التردد فوق اهوت والزمن الدوري تحت، بيترسم بالشكل ده لأنها علاقة عكسية. قال لك ما معنى قولنا أن سعة اهتزاز الجسم مهتز 50 سنتي؟ هنقوله أي أن أقصى إزاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكونه تساوي 50 سنتي يعني نص متر. ما معنى قولنا أن تردد شوكة رنانة 300 هرتز؟ هتقول له أي أن عدد الاهتزازات الكاملة التي تحدثها الشوكة الرنانة في الثانية الواحدة بتساوي 300 اهتزازة كاملة. ناخد مسائل مجابة عنها. طبعا في معلومة إثرائية هنا بتقول لك إن العالم الهولندي هيجنز صمم الساعة البندولية اللي احنا شفناها باعتبار إن البندول بيتذبذب بتردد ثابت مهما تغيرت سعة الاهتزاز. طبعا عندنا الكيلو هرتز بيساوي 1 في 10 أس 3 هرتز يعني 1000 هرتز. الميجا هرتز بيساوي 1 في 10 أس 6 هرتز يعني مليون هرتز. الجيجا هرتز بيساوي 1 في 10 أس 9 هرتز يعني مليار هرتز. قال لك ما معنى قولنا أن الزمن الدوري لبندول بسيط 3/10 ثانية؟ أي أن الزمن الذي يستغرقه البندول في عمل اهتزازة كاملة يساوي 3/10 ثانية. طب لو قال لك ما معنى قولنا أن الزمن الذي يستغرقه جسم مهتز في عمل 120 اهتزازة كاملة يساوي 60 ثانية. لو أنا قسمت ال 120 على 60 يديني كام؟ يديني تردد 2 هرتز، ويديني زمن دوري 1 على 2 ثانية يعني نص ثانية.
يبقى ممكن تقول له أي أن الزمن الدوري بيساوي 5/10 ثانية، أو أن التردد بيساوي 2 هرتز. تدريب 2 قال لك في أي منحنى تكون سعة الاهتزاز أكبر؟ طبعا من نظر كده نعرف إن المنحنى ده اللي هو منحنى 1 سعة الاهتزاز فيه أكبر، لأن الابتعاد عن موضع السكون له أكبر، لأن أقصى إزاحة صناعة الجسم مهتز بعيد عن موضع سكونه اللي هي سعة الاهتزاز. نمرة 2 ما عدد الاهتزازات الكاملة بين النقطتين س وص في كل منحنى، من أول هنا لهنا س وص أهو. طب هنعمل إيه؟ هنعد العدد الإزاحات ونقسمها على 4 يدينا عدد الاهتزازات الكاملة، لأن الاهتزازة الكاملة فيها 4 إزاحات. يلا بينا نعد مع بعض. يلا من أول س أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 على 4 فيها ال3، يبقى أنا عندي 3 اهتزازات كاملة. طيب نيجي للرسمة التانية أو المنحنى التاني، من أول السين هنا لحد الصاد أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى 16 على 4 فيها 4 اهتزازات كاملة. مسائل مجاب عنها. ما الزمن الدوري للبندول المهتز في الشكل المقابل؟ طبعا هنلاحظ ان هو مديني 5/10 من مسافة من هنا لهنا، يعني ازاحة واحدة. هنا عندي حل من 2، يا اما اضرب في 4 لان انا عندي هنا الزمن ده زمن ربع اهتزازة كاملة، لان الاهتزازة الكاملة 4 ازاحات، فاضرب في 4 عشان يبقى الزمن الدوري هو الزمن اللي بتصنعه اهتزازة كاملة، فاضرب 5/10 في 4 تديني 2. ده حل. الحل التاني ان انا اكتب القانون، اقول الزمن الدوري بيساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. يبقى اقسم اقول الزمن الدوري بيساوي، معلش انا بكتب بالماوس فالخط وحش، هيبقى الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. طبعا هيساوي الزمن 5/10 على هو عملها في قد ايه؟ في ربع اهتزازة. ربع ده يعني 25%. 5/10 على 25% هتعمل 2 ثانية. الحل التاني اللي انا لسه قايله لك من شوية، ان اضرب 5/10 في 4 تديني 2 ثانية، لان الاهتزازة الكاملة بتساوي 4 ساعة اهتزاز. التدريب اللي بعده قال لك احسب الزمن الدوري والتردد لجسم مهتز يصنع 300 اهتزازة كاملة في نصف دقيقة. طبعا هنا لازم احول الدقيقة لثواني لان انا بحسب الزمن بالثواني، فاقول الزمن بيساوي 5/10 في 60 يعني نص دقيقة في 60 تديني 30 ثانية. بعد كده اجيب الزمن الدوري، هقول زين بتساوي الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة، يبقى 30 على 300 هيديني 1/10 ثانية. وطبعا انا ممكن اجيب التردد مباشرة، بما انه هو المعكوس الضربي يبقى ده 1/10 ثانية، يبقى التردد ب10 هرتز، لانه مقلوبه هيبقى ت بتساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، يبقى 300 على 30 هيساوي 10 هرتز. من الشكل المقابل، عندما تتحرك كرة البندول من س لص في زمن قدره 2/100 ثانية، فإن التردد يساوي، طبعا من س لص ده نص اهتزازة، إن التردد هيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. الاهتزازات قد إيه؟ نص، يعني 5/10 على الزمن بالثواني 2/100، يبقى 5/10 على 2/100 يساوي 25. إذا كان الزمن الدوري لبندول يهتز وهو 1/10 ثانية، فاحسب عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها خلال 90 ثانية. طبعا أنا هنا عشان أجيب عدد الاهتزازات الكاملة موجود في القانون بتاع التردد، إن التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني، يبقى أجيب عدد الاهتزازات الكاملة أضرب التردد في الزمن بالثواني. طب أنا هنا ما عنديش التردد أصل دوري، طب ما هو مش إشكال، ممكن أنا أجيب التردد بمعلومية الزمن الدوري بإن أقسم 1 على الزمن الدوري. فهنا الزمن الدوري هو مدوني ب1/10، يبقى التردد هيساوي 10، لأن 1 على 1/10 يساوي 10 هرتز. أنا كده جبت التردد. أضرب بقى التردد في الزمن بالثواني، يبقى التردد في الزمن بالثواني يبقى 10 في 90 يساوي 900 اهتزازة كاملة. قال لك الأشكال الآتية تعبر عن اهتزاز بندول بسيط سعة اهتزازته تساوي.
30 ولا 25 ولا 20 ولا 10. انا مش محتاج ابص للرسم، هاخد اعلى رقم. ليه هاخد اعلى رقم؟ لان احنا عندنا سعة الاهتزازة هي اقصى ازاحة، يعني ابعد ازاحة يصنعها الجسم المهتز بعيدا عن موضع سكون. ادي ده 10، ده 20، ده 25، ده 30، يبقى هو اكيد ده ال30. يبقى هنختاره ال30 لانها اقصى ازاحة يصنعها الجسم المهتز. الرسمة اللي جاية دي بقى نركز فيها شوية. قالك من الشكل المقابل الذي يمثل حركة جسم مهتز في الشكل اللي قدامنا ده، أوجد الزمن الدوري للجسم المهتز. أوجد الزمن الدوري للجسم المهتز. هنجيب الزمن الدوري بإننا نقسم الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة. طب هو مديني في الرسمة 8 من 100، ده الزمن بالثواني. طب اللي استغرقه قد ايه؟ كام اهتزازة كاملة؟ هنعد بقى. بص كده معايا، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. التمن ازاحات دولت، التمن ازاحات دول يعملهم 2 اهتزازة كاملة. يبقى انا هقسم 8 من 100 على ال2. 8 من 100 على ال2 تدينا 4 من 100. يبقى الزمن الدوري للجسم المهتز هيساوي 4 من 100. قال لك نمرة 2، قاعد رسم الشكل في الورقة البيانية 1 بحيث يزداد التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. يعني أنا عندي سعة الاهتزاز هنا واخدة مربع 1، خليها زي ما هي واخدة مربع 1، بس زود لي التردد للضعف. طب أنا أزود التردد للضعف إزاي؟ بإني أزود عدد الاهتزازات الكاملة. يعني أنا عندي هنا المربع واخد ازاحة واحدة، اخليه هنا واخد ازاحتين، يعني اعمله كده. خلاص كده يبقى انا عندي بدل ما كان واخد ازاحة واحدة هنا اخد ايه؟ ازاحتين. ماشي؟ طيب في ال3 قالك قاعد رسم الشكل في الورقة البيانية 2 بحيث تزداد سعة الاهتزاز للضعف مع ثبوت التردد. يعني انا عندي هنا في كل مربع واخد ازاحة واحدة، هنخليها زي ما هي ازاحة واحدة، لكن هزود سعة الاهتزازة، يعني بدل ما خلاها مربع خلاها مربعين، يعني تبقى عاملة كده. خلاص؟ طيب نشوفها بشكل اوضح، لان الرسم انا برسم بايديا. ادي الرسمة يا جماعة اهو. في الحالة الورقة البيانية الاولى انا عملت ايه؟ انا زودت التردد للضعف مع ثبوت سعة الاهتزاز. سعة الاهتزاز هنا كانت مربع 1 لاعلى، ادي الخط اهو بتاعي، مربع 1 لاعلى، سبتها زي ما هي مربع 1 لاعلى، بس بدل ما كان عندي ازاحة واحدة في المربع خليتها ازاحتين. يبقى اهو 1 2 3 4 وهكذا. في الرسمة التانية زودت سعة الاهتزاز، يعني بدل ما كان مربع 1 لفوق بقوا مربعين لفوق، بس حافظت على التردد ان عدد الاهتزازات الكاملة زي ما هو. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني دولت 2 اهتزازة كاملة، خليتها هنا زي ما هي 2 اهتزازة ايه؟ كاملة برضه. خلاص؟ قال لك جسم مهتز بيصنع 480 اهتزازة كاملة في الدقيقة، احسب تردد الجسم وزمنه الدوري. طبعا احنا عارفين ان التردد بيساوي عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثواني. هنقسم من 480 على 60 هيديني 8 هرتز. الزمن الدوري هنعمل العكس، هنقسم الزمن بالثواني على عدد الاهتزازات الكاملة، هنقسم 60 على 480 هيساوي 8 ثانية، 1 على 8 يعني بيساوي 125 من 1000 ثانية. مع خلص تمنياتي بالنجاح والتوفيق، اللهم يا رب العالمين نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين.
اللهم سهل لجميع الطلاب دراستهم، اللهم وفقهم ونجحهم وافتح عليهم أبواب رحمتك. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم يا مستجيب الدعاء بارك لهم في أوقاتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.